انت مش من حقك تطردني. انا ما شفتش سخافه كده في حياتي، ما شفتش. انت فعلا ما ينفعش تشتغل الا مع ستيفن سيجال. ده بيتي، عايز تلزق فيه ليه؟ ماي جيرل فريند. بص، هو المفروض ان انا ما اردش عليك، ما اعبركش اصلا، بس انا عارف ان انا لو ما ردتش عليك هتبقى عامل ازاي من جوه. انا قاعد هنا بصفتي المساعد الجديد لمستر حزلقوم. اوكي؟ كبير 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 كبير. يبقى اشرب الشاي، اشنق عشان ارد عليك. عاوز ايه؟ خلاص خلصت، زقيت الغيط البحري. ربنا يبارك لك يا سيدي. طبعا. خد يدي عبيط يا. ايه؟ اسمعني زين، ستك هديه عم تقول ان في حاجات هتضيع من الدوار، صحون نحاس، شوك، سكاكين، حاجات من دي يعني. انا ما خدتش حاجه انا. يا حد قال لك؟ حد وجه لك اتهام؟ ما اكيد مش انت الحرامي، الحرامي لازم يكون ذكي. انت اصلا مخك ما فيش فيه الفص بتاع الاستنتاج، ما تعرفش ان الحاجات دي بتنباع وبتنشر ولا ليها قيمه من اساسه. فاكر ان الحاجات دي بلت ان جوا الدور تفتح تلاقي الصحون. خد يا متخلف. ايوه انا خلصت حديثي. خبر يا بوي قصروا قصروا. انا متوكد ان ستك هديه ممكن يكون متهيالها ان الحاجات دي ناقصه، تكون حطاها في درج ولا حاجه وناسي، بس برضك للاكاده عاوزك تفتح عينيك زين وتوقف قصاد الدوار. لو ناموسه عدت، ناموسه، عاوزك تقبصها وتجيبها لي. واقف ليه يا تلح؟ ما انا ما خبرش اذا كنت خلصت حديثك. خلصت حديثي، خلصت حديثي. غور داهية. مين اللي بيخبط؟ مين؟ مين اللي بيخبط؟ يا عيني، عشان ربوك وانت صغير انك لما حد يخبط الباب تفتح تقول مين اللي بيخبط؟ حافظ مش فاهم؟ لا، حافظ ابويا. انت عاوز ابويا؟ اقول له مين معلش؟ ادائك فيك قوي يا هدرس، قوي. بتمثل عليا ليه؟ ده انا جاي اصالحك وعارف انك زعلان. وازعل منك ليه يا سيدوني؟ عشان زعطتني؟ ايه زعطتك دي؟ زعطتني يا سيدوني. ما زعطتكش. شوف مين اللي زعطك وانت صغير، انا ماليش دعوه. انت اللي زعطتني يا سيبني سيدوني. بالك عليا يا ابني. مين اللي زعطك؟ ويعني ايه زعطك اصلا؟ يعني طردتني. داي. طب ما تقول كده يا عم، بلاش الكلام اللي بيحتمل معنيين ده. عموما انا مش زعلان يا سيدوني، ما انت اخو الكبير، كبارات البلد واعيانها، واحنا الفلاحين الغلابه، عمالك الطيابه اللي بنطبخ لكم ونوكلكم ونمسح لكم بس في ليميت. ما تنساش نفسك يا ادرس، مش عشان كده صالحك بنفسي هتزيد. عموما خد ده، ام سوري. اهدى يا سيدوني، انت ده يتصلح على شيحه. هو فعلا اوفر قوي، ممكن تفرش بيه جنينه. بص، بيني وبينك انا يعني من جوايا عارف انك فيك نزعه حيوانيه وواطي شويه. يعني انا كنت هجيب لك الحقيقه حاجه تتاكل، ما لقيتش. كل اللي لقيته حاجه كده عندهم كلهم حجمها ما بين قالب الطوب الاحمر والمقلمه، اسمها شمعدان احمر الشبح. واه، كنت هاته يا سيدوني، على الاقل اشيك. اشيك؟ calm down calm down جوني. بص يا هدرس، انا كنت جاي باختصار عشان اصالحك واقول لك اسف اني طردتك زي الحشره، ويلا يلا نفتح صفحه جديده وتبقى الاسيستنت بتاعي. بس انا عندي شروط يا سيدوني عشان ارجع السيستر بتاعك. اكسكيوز مي، ترجع ايه؟ السيستر. ايه هي؟ اني اجيب لك طقم النيرس كله كامل بسولوفانتو مع الكرباج بتاعه؟ لا لا لا. اول حاجه عاوزك تزود لي شبكه المرتب. دي زي شبكه الري؟ شبكه المرتب يا سيدوني. يعني ايه؟ النت سالري. اوكي دان.
موافق؟ موافق. تاني حاجه يا سيدوني، عاوز تامين صحي شامل. بص، هو انا مش عارف مين اللي بيغششك الكلام ده، لانه مش لايق خالص على الكاركتر بتاعك، بس اتس اوكي. انا موافق. تامينك انت وعيلتك كلهم عند دكتور ربيع ما تزيدش عن 36 جنيه. اوكي دان. طيب لاست اوردر يا سيدوني، عاوزك كل خميس ودمعه توديني ساقية الصاوي. يا ابني وانا خلفتك ونسيتك؟ ايه ساقية الصاوي؟ هدرس، انت بقيت مثقف. بتشوف مين هناك وبتتابع مين؟ نصير شمة؟ لا 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 لا، بروح فرقة كاريوكي. كاريو ايه؟ كاريوكي بتاع يا الميدان كنت فين من زمان. عرفتهم؟ عرفتهم. اصل انا بحب امير عيد قوي يا سيدوني، ونفسي اديله ستريبسلز ولا دنزبيل عشان صوته ده. فيك الخير يا هدرس، فيك الخير يا حبيبي، فيك الخير. طيب اديل. وانا انبورد يا سيدوني. اون بورد يا حيوان. ولو فاتت في الانجليش تاني صدقني هزوطك. تصعدني يا سيدوني. هزوطك، انا هزوطك. الو مستر حزلقوم. معلش انت كلمتني، ما سمعتش الموبايل مش زحمه. لا ما نزلتش السوق، الزحمه دي في المحل عندنا. مش عارف اكلمك مش عارف اقف اصلا. انت الايراد الايراد يعني مقفل 20-25 الف يعني. طب ايه ازود؟ طيب خلاص مفيش مشاكل. اوكي ماشي مستر حزلقوم. ما تخافش يا مستر حزلقوم، ما تخافش، ده انا موجود. اوكي ماشي باي. نازل رز بلبن على حساب المحل لكل الناس اللي قاعدين. فراس بس حقك، حقه. شايف المحل بيشغي زبابين ازاي؟ ايوه واضح ان الكشري زين جو يا سيدوني. ما تدينا بعت نديم. دي انا جايبك تساعدني عشان نقضي عليهم ولا عشان تاكل من عندهم؟ عندك حق يا سيدوني. فكر معايا، فكر ازاي نمشي الزبابين دي كلها. ايه الزبابين دي؟ الناس اللي قاعده. الزباين اسمهم زباين؟ ايوه. على فكره زبابين احلى. لقيتها. ايه؟ مش هما بيبيعوا كشري يا سيدوني؟ ايوه. احنا هنشتري كل الرز اللي في مصر، وساعتها ما يلاقوش رز يعملوا بيه كشري، فيضطروا يعملوا مكرونه بس، والناس تضحك عليهم. انا عندي فكره احسن. قول يا سيدوني. نشتري كل الهدوم اللي في مصر، فيبقى ما عندهمش هدوم، فما ينزلوش لا هم ولا زباين. صايعه ضد يا سيدوني. يدي ايه يا متخلف؟ انا اجيب فلوس منين اشتري كل الرز اللي في مصر؟ وانت تشتغل يا سيدوني، تسافر المانيا وتتعب شويه، ولما تبقى ملياردير كبير تادي وتشتري كل الرز اللي في مصر. وانا لما ابقى ملياردير اجي انافس ليه محل كشري؟ واه عشان ننتجم منهم. لا انت الموديل بتاعك نازل من غير مخ. اها اديك بتسفه من افكاره يا سيدوني. ما لازم اسفه منها عشان انت سافه وافكارك سافهه، اسفوها عليك. طيب عندي فكره اجمد من الاولانيه. لو حتى شبه الاولانيه هديك بالجزمه. على فكره يا سيدوني ما ينفعش تخوفنا اقول افكاري دي غلط على عمليه البرين ستورم. ده لما يبقى فيه برين اساسا عشان نستورم بيه. اتفضل ما تتقمصش تعمل لي قموص. مش هما بيبيعوا كشري يا سيدوني؟ ايوه. احنا هنلم كل المكرونه اللي في البلد، فما يلاقوش مكرونه يعملوا بيها كشري، ويضطروا يعملوا رز بس، وساعتها الناس هتضحك عليهم. طب انت تحب امد ايدي عليك قدام الناس؟ اهزقك هنا وامد ايدي واربطك في الارض؟ ليه يا سيدوني؟ تفرق ايه دي عن الاولانيه؟ لا الاولانيه كانت رز، دي مكرونه. حرام عليك، حرام. اي خلاص يا سيدي يخرب بيتك. شايف اليافطه اللي على المحل اللي هناك ده اللي قصادهم مكتوب عليها ايه؟ للإدارة. فهمتك يا سيدوني، فهمتك. احنا هنلم كل العدس اللي في البلد ونقدر المحل ده ونخزنه فيه. انت تخرس خالص لاخر عمرك معايا. مش ده كان اخرس
صنم ما تفتحش بقك لحد ما انا اموت او انت هتموت. انا هعمل معاهم الطريقه المصريه المعروفه. لما محل عصير بيفتح جنبه ايه؟ ما تنطق. مش قلت لك في الخشمك يا ما سيدوني؟ تضيقش يلا. بيفتح جنبه ايه؟ محل عصير برضك. صح. ولما محل موبايلات بيفتح جنبه ايه؟ محل موبايلات برضك. بالظبط. هما فاتحين ايه؟ محل كشري. يبقى احنا ايه؟ واه، صح يا سيدوني صح. يبقى احنا نلم كل الصلصه اللي في السوق، فما يلاقوش صلصه يعملوا بيها كشري والناس تضحك عليهم. ادرس. امور يا سيدوني. انت مدير فاشل. ليه يا سيدوني؟ عشان المحل ما فيهوش زباين يا هدرس، ما فيهوش زباين. فوز زمان كيف يا سيدوني؟ هو في مكان فاضي؟ في. بص معايا كويس. بص. 1 2 مترين ما فيهمش زباين. ما فيش كراسي فاضيه يا سيدوني، نعملوا ايه؟ والله عندي فكرة. احنا ممكن نروح لأي محل فاشل ها؟ أي محل فاشل أكيد هيبقى عنده كراسي كتير زيادة، فيعني هنأجرهم أي حاجة عشان يستنفع بس. فين المحلات دي يا سيدوني؟ انا ما شايفش حاجه خالص. بمناسبة إنك ما شايفش حاجة خالص، شايف الخرابة اللي قصادنا دي؟ ايه؟ جايبة ريحة وحشة. أنا بفكر في حاجة، أجيب إذن من البلدية نبلط ونزلط ونطلع بقى باكستنشن تاني للمحل ده، يبقى في محل تاني تبعنا هنا برضو، لان الضغط كتير يا هدرس كتير. تليفوني ما بيبطلش، الناس كلها عايزه تحجز. فكره زينه يا سيدوني. سالم. ايه يا سجن؟ خد يا سالم. عايز ايه يا ابني ده؟ ايه؟ انت جزار يا ابني ولا شغال في محل كشري ولا جاي تحلق؟ مش فاهمك. مش بقول لك انك فاشل؟ مش لابس يونيفورم ليه زي الباقيين؟ مفيش على قد يونيفورم يا سجن. حاولت افتح 2 على بعض. خلاص انت هتشحت. هات ميه ورش ناحيه الخرابه اللي هناك دي. الحته الفاضيه دي؟ ايوه. عاد. جاب الطراوه. ايه الرقم دي يا عم؟ على فكره انت عيل رخم. وبعدين يا انت اللي مش ممسكك يا اداره المحل يالا. وحطيتك في قلب البوستر قصاد نبي الاسد. كسبت انا ايه بقى؟ صلاه النبي. ما كسبتش حاجه. اهو المحل فاضي ومفيش زباين والاستاف بتاعي كله زعلان، سامحهم خمر عمالين يعطوا طول اليوم واسقيهم في ميه، والمحل بتاعهم هو بسم الله ما شاء الله عمال يشغل زي ما يكون دولاب في البطنيه. مستر حزلقوم، انا خلاص عرفت المشكله في الطعم التحفه اللي هم عاملين بياكلوه ده هديه هي اللي قايله لهم عليه. يعني اعمل ايه دلوقتي؟ هجيب الشيف الصغنن ده اللي بيمشي فوق البوتاجازات اللي مع اصحابه اللي بيقول يا جماله يا جماله؟ مستر حزلقوم، الحل في البراندنج. استغفر الله العظيم. عمر ما الخمره والبراندي والنجاسه ده ايه؟ ما هتحل مشكله. البراندنج ده يعني اسم تجاري، يعني ماركه. يعني اجيب لهم كشري اديداس؟ لا مش قصدي، انا قصدي يعني بص الموضوع ان انت مثلا لو قدامك جزمتين، واحده ماركه واحده مش ماركه، هتشتري انهي واحده؟ لطفي مين؟ دي جزمه متينه زي الزلط بتستحمل. انا كان عندي واحده من وانا في اولى اعدادي بلبسها لحد النهارده، بروح اصلي بيها الجمعه ما بتتسرقش. ايوه يعني انت من الاخر كده هتشتري لطفي اللي هي الماركه. نفس الموضوع في الاكل، الناس بتحب المحلات المشهوره حتى لو كان جنبها محلات يعني عاديه بتعمل نفس الاكل. نفس الموضوع في اللبس، الناس بتحب المحلات اللي هي المشهوره اللي بتعمل لبس مشهور، حتى لو مش مهم الكواليتي، مش مهم. فهمتك، ومش بس فهمتك، ده انا هنفذ كمان. انت عارف انا اعرف مين؟ امبراطور الكشري كله،
هو 011 على فكره، ده صاحبي واعرفه شخصيا. الحاج يا سيدوني، الحاج يا سيدوني، الحاج يا سيدوني، الحاج يا سيدوني. بيتك خضتني. ايه ده؟ لسه فيك نفس العاده الزباله؟ بتقتحم البرايفسي بتاعتي من غير احم ولا دستور؟ اصله خبر عادل. عادل مين؟ خبر عادل يا سيدوني، يعني خبر مستعدل. مين اللي عدله؟ مش فاهم. خبر هام يا سيدوني. بقى خبر قديم، بقالك ساعه بتفتي. ايه هو؟ انت قول. سحزلقوم وتوماس عملوا معانا الدلاشه. بمعنى؟ انا واقف في المحل فجاه لقيتهم بينزلوا اليافطه القديمه وبيحطوا يافطه جديده، ومن ساعتها والناس عندهم كده. الناس ايه؟ كده. ايه ده؟ ايه يعني الناس كده؟ دي دلاله على ايه؟ على ايه؟ الناس ملزقه ما بتستحماش ولا ايه؟ ولا ماسكين سجاط ولا مش ايه؟ دي معناها ايه؟ الناس كده يا سيدوني، يعني الناس كتير. طب اما قلت كتير لوحدك عملت كده، دي ممكن تتفهم، ناس كتير. لا بس دي ممكن تتفهم حاجه تانية. تتفهم ايه بقى؟ كنافه مثلا. انت سخيف قوي. طب اعملها كده، قول ناس كتير اهو. ودي كمان ممكن تتفهم حاجه تانية. تتفهم ايه؟ يعني هات حضن. ما بحبش تلامس الشباب مع بعض. اسروا. اللي انا فهمته منك دلوقتي ان هم نزلوا اليافطه القديمه وحطوا يافطه جديده، ومن ساعتها مفيش حد بيبقى عندنا في المحل والناس كلها عندهم كتير. بالظبط كده. ليه بقى؟ كاتبين ايه على اليافطه الجديده؟ اشتري واحد كشري هتاخد 2 روس هديه وازازه نبيت. مفيش حاجه مكتوبه. دول ده ابو طارق، مش ابو طارق شخصيا، الفرنش فرايز بتاع محل ابو طارق. ايه اللي دخل عادل في ابو طارق في الفرنش فرايز بيتباع في محل كشري؟ مش فاهم حاجه. الفرنش فرايز يا سيدوني، الفرنش فرايز. انا عارفه. ايه دخله في الموضوع؟ الفرنش فرايز يعني الاسم التجاري. اوعى يكون اللي في دماغي ده صح. انت تقصد مثلا الفرانشايز؟ هي دي. مين بقى ابو طارق؟ سجن. المحل عندنا عامل ايه؟ مش قاعد تنبر فيها وتقول في 2 شبر فاضيين 2 شبر فاضيين؟ بقى المحل كله فاضي. ده انت نبرك دكر. ولد، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ ازاي تكلمني بالتون ده؟ انا الاونر. انت اوفر. لحظه واحده. اوه ماي جاد، هو بيقلع عليه؟ ادي الامبريلا بتاعتك. انا مستقيل، انا رايح اشتغل عند ابو طارق صاحب الكشري الخارق. روح وانت طالق. يجي. خلاص يا سيدوني، بعت كل حاجه، الكراسي والترابيزات وكله. اتفضل. ده الحطام؟ ده اللي فاضل من حلمي اللي قعدت احلم بيه ايام وليالي وسنين. ايام وليالي وسنين ايه يا سيدوني؟ دول هم اسبوعين. انت مش عارفك انا كنت بحلم بيه من امتى؟ انت كنت جوه دماغي. محل اللي من حبي ليه اديته عرقي وجهدي وبنيته طوبه طوبه بايديا دول. هو انت مديت يدك في حاجه يا سيدوني؟ دول العمال هم اللي بنوا ونجشوا ودهنوا وعملوا كل حاجه. انت جيت مره واحده وجيت عملت كده ومشيت. على فكره انا عمري ما اقف اعمل كده، دي مش وقفتي اصلا. انا وقفتي فيها سواج. وقفتي ممكن تلاقيني واقف اعمل كده، واقف اعمل كده. انا عارف نفسي. انت بتفتي، وبعدين انت جاي ليه هنا اصلا؟ انا ده اديك الفلوس. خلاص اديتها لي، غور في داهيه. سيدوني. نعم. النهارده الخميس يا سيدوني. اوه ماي جاد، عايز ايه يلا؟ احنا مش اتفقنا يا سيدوني؟ اتفقنا على ايه؟ اتفقنا نعمل كده كل خميس. مش انا، ما اتفقتش انت ولا انت الوحده وصلتك للحاله دي؟ سيدوني، مش احنا اتفقنا كل خميس توديني ساقية الصاوي؟ ساقية الصاوي؟ وانا ما قلتلكش؟ لا. انت مرفوض.
هتبقى عاطل وفاشل زي اللي مشغلك بالظبط. خلاص انا وانت هنرجع لحياتنا الاولانيه من غير شغل. كل واحد يرجع لحياته الاولانيه بقى. انت ترجع بدل ما تروح ساقية الصاوي تروح الساقية عادي تعوم ملط مع اصحابك، وانا ارجع لحياتي الاونلاين بقى تاني. تشيك الفيسبوك، اشوف الانبوكس، واحد يعمل لي بوك ارد عليه بوك. اوه ماي جاد يا ابن الكلب يا توماس، عامل ايه يا سيدوني؟ شوف بنفسك اهو. يا ابن الكلب، انت لحقت تقرا؟ ما هي صورته يا سيدوني. ما انا عارف ان صورته ايه، انا بقول لك اقرا اهو. ابن الكلب، شفت فهمت حاجه؟ ما انا ما لحقتش اقرا يا سيدوني. امال بتقول ابن الكلب ليه؟ بتقلدني وخلاص. مش انت قريت يا سيدوني؟ سرق حزلوم زي ما سرقني، باع فكره محل كشري لستيفن سيجال بره. انا طول عمري بقول على الواد ده عيل تعلاب. قصدك تعبان يا سيدوني، تعبان. انا قصدي تعلاب. التعلاب ده رمز الوصوليه، انما التعبان رمز الخبث. لا يا سيدوني، الخبز رمز العيش، اما التعبان فده رمز الصيدليه، بيبقى واقف كده جنب الكاس ونفسه يشرب منه بس الدكتور شايفه بص يا هدرس، تعلاب دي انا سمعتها كتير ومتاكد ان اللفظ كده، سمعتها في كل المسلسلات المصريه. دايما تلاقي فيه تو كاركترز كده موجودين في كل المسلسلات، البنت اللي هي بيئه وعامله نفسها بنت ناس وتيجي تقول قول لي بقى يا سي بوبي، التركيبه دي، وفي الواد اللي بيبقى تعلاب. قصدها تعرف كمان شويه في اجتماع العيله اللي هيعملوا الكبير. الكبير هيعمل اجتماع عيله؟ من امتى بيعمل الحاجات الاوفر دي؟ اصل اللي حصل يا سجوني ما يتسكتش عليه، لا يتقال ولا يتحكي. طب ما كفايه سسبنس، خش في الموضوع، ايه اللي حصل؟ قلت لك هتعرف قدها طاره. اوه ماي جاد. سام فيها حاجه صح؟ تعبانه؟ يا ريتها كانت تعبانه ولا عملت اللي عملته. هي عملت ايه؟ انا هقول لك. لا هتعرف قدها طاره. اوه ماي جاد، ما تخليش اقطع شراييني بقى. ما قدرش اقول لك يا سجوني، اصل دي عرض ناس واحنا عندنا ولايه، واللي ما عندهوش وليه عنده رقبه طريه. احنا نرجع للامثال اللي ملهاش اي معنى؟ كلها رايمنج وبس؟ يعني ايه اللي بتقوليه ده اساسا؟ طب ما انا اهو سنجل اهو ما عنديش وليه ورقبتي مش طريه، يعني ايه المثل ده اساسا من اساسه؟ يا سجوني ده مثل مهم ومهم قوي. معناه ايه؟ هقول لك قدها طاره. امشي من قدامي. انا ما هتضايقش، ما هتعصبش، ما هطرشكش. انا بس اللي عاوز اعرفه ايه اللي حصل في البورتو. معلش ثانيه واحده. يعني انا هديه كانت قالت لي قبل ما اجي ان ده اجتماع عائلي، اوكي؟ ده بيعمل ايه هنا؟ ما هو ده سبب المصايب كلها. اللي هي ايه؟ ما تسيبونيش كده لخيالي، لان ده بالنسبه لي كاركتر ويرد. يعني عادي جدا ممكن يكون خطف طفل حنطه ومخبيه. انا هقول لك بعد حركه النداله اللي تدرس اللي انت عملتها، اللي هي قسما بالله لا حاسبك عليها، بس بعدين هادي وقتها. بعد حركه النداله دي رحنا كلاتنا النايت، الله يحرقه. واحنا هناك جالنا جرسون الله يحرقه، جاب لنا صينيه كده عليها ويلكم درينك وربراب درينك، الله يحرقه برضك. من بعد ما شربناه ما فوقناش بنفسينا الا تاني يوم، ولقيت الباشا عند الهانم في الاوضه. سام واي هيم؟ اشمعنى؟ اونستلي يا جوني بجد مش فاكره. انا ما اتعصبش، ما اتنرفزش، ما يطقليش عرق ويجي لي نزيف داخلي يوقف كتفي. لا ولا كده ايه، لقي في الأوضة ورقة جوازهم. وات؟ اتجوزت عرفي؟ لا عرفي ايه؟ شرعي طبعا، على سنة الله ورسوله. سام I'm happy. بص يعني بالرغم اني مش بحبك، لله في لله،
بس يعني على رأي المثل بتقولوا عندكم هنا اللي يجوز أمي أقول له يا عمي. مبروك يا عمي. ما بحب بالك مش الشباب لبعض. انا ما اتعصبش، ما اتضايقش، ما هتخش حد عيارين وامثل بجثته. سؤال ورد غطاه. لما روحت الأوضة بالليل عملتوا ايه؟ عملتوا ايه؟ انت بتزعل ليه يا حيوان؟ معلش اهدي يا هانم، انا مقدر الحالة اللي هو فيها. نعم يا كبير، أؤمر. عايز تعرف ايه؟ لما روحتوا بالليل عملتوا ايه؟ نمنا، اونلي نمنا. اقصد يعني نمتوا كيف؟ يعني واحد على الكنبه، واحد ولا برلل ولا بربنديكولار، كيف يعني؟ لا طبعا نمنا جنب بعض، مش عرايس. انا ما اتعصبش، ما اطرشقش، ما اعضش حد في رقبته، اطلع بزمارة روحه. اعذروني يا جماعه، اعذروني، انا بشر برضك يعني، وبسال علشان اجمع معلومات يعني اللي بيها يكون العقاب من جنس العمل. هتعمل ايه يا كبير؟ وده مين ده اللي يعاقبني ان شاء الله؟ انت نسيت نفسك ولا ايه يا قليل الادب؟ اذا كنا بنقول لك نسينا اتجوزنا ازاي، هنفتكر عملنا ايه في الاوضه؟ الكلام ده زين، يعني ما فيش نية، ما كانش في نية جواز، لا طبعا. يبقى باطل، لأن النية شرط أساسي. طلقها. ايه؟ مالكم؟ تخضيتوا ليه؟ لا مش مسألة خضة ولا حاجة، بس عادة سيرة الطلاق بتقفل الجو يعني. معلش. طب عندي فكرة، ما تدوا لبعض فرصة. مش يمكن يعني خدها، خرجها، اعملوا حاجات مجنونة، خدها أليكس تفرجوا على الشمس وهي بتطلع، اعزمها على العشاء، امسكها رقصها. بس يهدي يا صيص، قسما بالله بقتلك. طلقها يا دكتور ربيع. أنا ممكن أعمل ده في حالة واحدة بس، تكون رغبة الهانم. لا جنتل يد. ايه قولك؟ ساكتة، والسكوت في كل الأفلام والمسلسلات علامة الرضا، حفظناها. طلق. سمنت هانم، أنت طالب. ربيع، سمنت، كده يا ربيع تطلقني بالسرعة دي؟ سمنت أنا لا يمكن أفرض نفسي عليكي، حتى لو ده هيجرحني. بصراحة حسيت إن دي رغبتك، قريتها في عينيكي. قريت جملتين، في العين اليمين انف، في العين الشمال ذات انف. لغتك الإنجليزية لازم تتحسن. عندك حق سمنتة. انت عارفة انك لو طلبت مني اي حاجة لازم انفذها لك. لو طلبتي ارمي نفسي في البحر ارمي نفسي في البحر، لو طلبتي ارمي نفسي في النهر رغم ان المية اتقل ارمي نفسي في النهر، لو طلبتي ارمي نفسي في النار بعد تفكير عميق ارمي نفسي في النار. ياه، للدرجة دي؟ انت كل يوم بتكبر في عيني يا ربيع. سمنتة، انت لسه بتسألي
انت بالنسبه لي ايه؟ تتخطبوا؟ يعني ايه تتخطبوا؟ عادي، اي اتنين بيحبوا بعض بيتخطبوا. انا اعرف الناس تتخطب الاول بعدين تدخل، مش بعد ما تدخل تروح تتخطب. فيها ايه يعني يا كبير؟ الراجل غرضه شريف. يا ليه بنت صارمه انت؟ هي ناقصاكي مالكيش صالح بالموضوع. لا ليها صالح، قولي يا هديه. انا بقول يعني ان الراجل نفذ لك كل طلباتك وطلق الحجه، ودلوقتي هو جاي من الباب عشان يخطبها، نقول له احنا لا وهي تروح تنحرف. ممكن ننحرف. يا ست انت، هو انت بتزهقيش من الجواز ولا ايه؟ ده انا اديني عارفك اديني كام سنه اتجوزت فيها ولا 9 مرات. عادي يا كبير، مش كله شرع ربنا. بس يا بقرة انت معاها ولا معاي؟ معايا ولا معاك؟ هتفرق ايه؟ هو انت فاكر ان انت لو مش عايزني اتجوز مش هتجوز؟ تبقى اتجننت. انا هعمل اللي انا عايزاه في الوقت اللي انا عايزاه وفي الحته اللي انا عايزاها يا عديم التربيه. اكده يا كبير، اكده تزعل امك، ده رضا الرب من رضا الام. يلا يا كبير الوكل جاهز. بالهنا والشفا. ميرسي يا هديه. ايه اللي جاب دكتور البهايم ده هنا؟ فوجئت يا اخويا. انت يا ولد ما تشتمش روبي، روبي ده ضيفي انا. روبي؟ الترفيل ده بقى روبي؟ انت مبسوط يا انك بقيت روبي؟ اسمعوني زين، البيت ده له حرمته، ومش اي حد هاجي هنا من غير ما ياخد اذن الكبير. ليه؟ لا انا هاخد منك اذن ولا ايه؟ استغفر الله العظيم. اتفضل يا دكتور، بسم الله. متشكر. انا مش عاوزكم تتعبوا نفسكم في حاجه، مش عارف انتوا عاملين تكليف ليه؟ انا تقريبا بقيت من العيله يا جماعه. اسمع يا دكتور البهايم انت، اطلع وانت ساكت، انا جايب اخري. بقولك ايه؟ يا تكلم روبي باحترام يا اما انت عارف هتروح على فين. لا مؤاخذة يا روبي، لا مؤاخذة يا روبي باشا، ممكن حضرتك تتطفح وتتسمم بطريقة هادية شوي؟ ما شاء الله، واضح انك شديده معاه قوي. سيبك منه ودوق يلا وقول لي رايك ايه. الوكل زين قوي، الحاجة سمنتها هي اللي طبخة بيدها. مش ممكن، انت كمان بتعرفي تطبخي؟ الله الله، حقيقي يا جماعة الرز تحفة تحفة. لا ودوق الملوخية أنا كمان اللي عاملاها، وعملت حتى الرشة بتاعتها. الطشة يا حماتي. أيوة الطشة، أنا عملت الطشة وعملت. الله، أحلى سمعتها في حياتي. انت قد منافق يعني، منافق واوفر اوفر. عزيز اعملي لي واحد شاي. قول لي بسرعة أوام وحياتك حبيت، قول أيوة يا لأ. ما تقوم يا دة الحياة، انت فاكر نفسك حاجز السويت في المفنفيق؟ إيه يا كبير؟ الله، أنت نسيت إنك عازمني ولا إيه؟ وبعدين يا أخي أنا ما رضيتش أعمل زي المثل اللي بيقول الضيف المجنون ياكل ويقوم. ايه المثل ده؟ انت لسه مألفه دلوقتي، مفيش مثل اسمه كده، وبعدين مفيش فيه سجع ولا تناسق، ايه مجنون ويقوم؟ ايه السجع فيه؟ قوم يلا فرقنا. طب والشاي؟ شاي ايه؟ بعد الأكل الشاي، والشاي معاه كيك فايش بتباه شكلمات. لا 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 لا، الكلام ده هناك عندكم، هنا في الدوار مفيش كده، في وكل بعديه نوم، بعديه تكويع، بعديه احلام. الله، برافو عليك. استاذنك في جلابيه بس تكون اكس لارج، لان يعني ماسي اكس لارج، لو اضيق من كده هتضايقني في النوم، وبعدين الحقيقه يعني ما ينفعش.
انام باللبس ده وتتكرمش وكده يعني. ما تقوم يا تفارقنا عاد. يا كبير في ايه بس؟ انا سامعك وانت بتقول لمدام هديه الشاي. ده بتتصنت عليه. مش بتصنف ولا حاجه، انت اللي كان صوتك عالي قوي اوفر. صحيح يا كبير. فين الريموت بتاع التلفزيون؟ انا دايخ عليه من الصبح، التنظيم مش عاجبني خالص، بس هي مساله وقت. انا لما اجي كل ده يتغير، والريسيفر، ويمكن نشيل شويه كنب من هنا. مش مرتاح انا الموضوع ده بصراحه يعني. فين الريسيفر؟ شايله فين؟ دي قديمه قوي، المفروض هنا يبقى البوك. لكن وليكن. طيب استاذن انا عشان الحق الشاي في العياده، اوكي؟ بالمره يبقى قول لسمانتا هاني ماما اقول لها ان انا مشيت، عندي شغل كده. ماشي؟ عزت! تعالي حماتي، هو قاعد رايق. ها اتكلي على الله اولا وبعدين علي. مش واثقة قوي يا هدية، بس ماشي. لا إله إلا الله. نعم. نعم الله عليك يا اخوي. شوف يا كبير، الحجة سمانتة كانت عاوزة تعمل حاجة، وانا قلت لها ما ينفعش تعمليها من غير علم الكبير. جيبها جمايل، جيبها جمايل واعدل المايل يا سابل الستر. اتفضلي. الولاد كانوا عاوزين يخرجوا مع بعضهم ساعتين بكرة كده في البلد. عترة وجوني؟ عادي يعني، جدتهم من حقها تخرج معاهم عادي. لا ما قصديش يا كبير، أنا قصدي العرسان، الحجة سمنتة والدكتور ربيع. استغفر الله العظيم يا رب. صدق وتؤمن بالله. لا إله إلا الله. أنا فاضل لي تكة وطب أموت دلوقتي. اسم الله عليك يا كبير. البنت يعني كانت عايزة تتعرف على الولد عشان تعرف طباعه قبل ما ترتبط بيه، أمال يعني تتجوز وتطلق كيف ما حصل قبل كده؟ ما تحرميش على طلاقك يا هدية. أنا مالي أنا؟ ما تحرميش على طلاقك عادي. وبعدين يعني هم هيعملوا حاجة غلط؟ هو فيه غلط أكثر من اللي عملوه في السخنة؟ يا كبير ما فيش كبير، جزر وقطمها جحش، ما تخرجيش معاه هنا، كفاية فضايح عاد. فضايح يا قليل الأدب، هو أنا بقيت فضيحة؟ شفتي هدية؟ شفتي؟ قلتلك ما نقولوش قليل الرباية ده حاجة خالص. ولعلمك بقى أنا هعمل اللي أنا عايزاه، وهخرج مع روبي واتفسح، ومش هاخد منك إذن. دي ما بقتش عيشة دي. إيه يا كبير؟ مالك بقيت مقفل كده؟ ما تخليك اوبن مايندد. كلمة تانية وهو اوبن مايندك بالنبوت. ما عرفتش اولدها ساعتها، فراحوا ناقليني عظام. انا اساسا طب اسنان يا جماعه، انا طب اسنان يا جماعه. يا سلام يا روبي، قد ايه انا مبسوطه بالقعده دي. انا حاسه ان انا على شط التمز، على شط السين في باريس، على شط الدانوب، مش في المزاريطه. الله، انت عارفه يا سمانتا ان البلاد دي كلها انا كنت اقدر اروحها. ما رحتهاش ليه؟ عشان حبك لمصر؟ لا حب المصري ايه، التنسيق هو اللي جابني جنوب الصعيد. بس انت ما حكيتليش عن نفسك يا ربيع، انت اصلا منين؟ شوفي انا اصلا من القطامية هايتس. بس اللي انا اعرفه ان القطامية هايتس مبنيه بقالها 10 سنين. برافو عليكي، انت مذاكره تاريخ كويس. هو فعلا زي ما بتقولي، بس هو الحقيقه القطامية هايتس قبل ما تتبني كان في مساكن الزلزال. انا والعيله قعدنا في مساكن الزلزال فتره، ده قبل ما نتنقل بقى ونسيب مساكن الزلزال ونروح لارقى احياء بشتيل. يا على بشتيل، طفولتي وشبابي كله كانوا في بشتيل. حتى في حاجات في وشي كده من بشتيل من بشتيل اشقيه قوي.
حياتي، احنا قدامنا العمر كله نقدر خلينا دلوقتي في القعده الجميله الرومانتيك اللي احنا فيها دي. عندك حق، القعدة الرومانتك دي بس ناقصها حاجة واحدة بس. ايه؟ مزيكا، غنى. انت بتعرف تغني يا ربيع؟ لا الحقيقه انا ماليش في الغنى، بس وانا صغير كنت بلعب مزيكا على خفيف كده يعني. بجد؟ طب سمعني حاجة. لا انا مش بروفيشنال، انا هاوي يعني. بليز 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 يا سمانتا. روبي، بليز سمعني حاجة. حاضر. واو. اول مره تشوفي اورج؟ تحبي تسمعي ايه؟ انت عايز تسمعني ايه؟ حاضر، هسمعك حاجه جديده لسه سامعها قريب. يا اهل البلد الحقوا، الدكتور ربيع اسامي ام الكبير على الطرعه. بتقول يا واد؟ الدكتور ربيع اسامي ام الكبير على الطرعه، واللي عايز يتفرج ياشي. حلاوة شمسنا. يا نهار ازرق، كل حي يروح لحاله. انا عدة 3 قسما بالله. انت معاك حق يا كبير فعلا. انا لما بتاثر بدمع، ولما اقف تحت الشمس شويه بتحر، ولما صباع رجلي بيخبط في الكومودينو بقول اوتش. لا فعلا سيس. كمل يا فولاذي، كمل يا هالك. لا اله الا الله. طب وبعدين؟ اهدوا اهدوا يا اولاد. عملت لك يا شيخ جماز الفلوس. شد حيلك يا ولدي، يا ولدي، ما تعملش في روحك كده. شد على الله يا شيخ جميز. دي أمانة يا ولدي، أمانة ورجعت لربها، وربنا يحتسبهم من الشهداء يا رب. آمين ونعم بالله. وبمناسبة الأمانة دي عاد، الفلوس اللي أنا اديتها لك علشان أجرة الرجالة دول الله يرحمهم، دي كمان أمانة يا ولدي، أمانة بتاعت أهل البلد، وهم سألوني عايزينها. طبعا حقهم ومن حقهم ياخدوها، بس الفلوس مش معاي، الفلوس مع الرجال. السلام عليكم. روح الله يجحمكم. شفت يا شيخ جماز؟ ادي الرجاله اللي انت رحت وجبتهم، هم كلهم فرجعوا وراحت فلوسنا وياهم، حتى السلاح لحقنا منيه كام حته بالعافيه. قضى ربنا يا ولدي، هنعملوا ايه؟ قضى ربنا؟ طب ما المارشال مرعي كان قضى ربنا برضه يا شيخ جماز، قال له كنا عايشين ومرتاحين، وكان بيجي كل اول شهر ياخد اللي فيه النصيب ويعاود تاني مطرحه. عندك حق يا جزر، ولا يوم من ايامك يا مارشال مرعي. يعني كان عاجبكم المارشال مرعي؟ اسمع يا شيخ جماز، المارشال مرعي ده راجل واعر، ولو جاء اول الشهر وما لقاش اللي بياخده هيطيح فينا كلنا، الكبير
قبل الصغير. ايوه الكبير قبل الصغير. اسمع يا واد منك ليه استنى يا شيخ جميز، استنى يا شيخ جميز. اسمع يا رجالي، انا ما رضيتش اجي من مصر مع الشيخ جميز غير لما تاكدت انكم ناويين توقفوا قصاد المارشال ورجالته معايا. ما انت برضك ما رضيتش تيجي الا باخدت الفلوس. انت حتسيح لي يا شيخ جميز، حتكسر مود الخطبه. قصروا، بس انا شايف دلوك رجاله عم تتجابن وبتجيب لورا وما ناويينش يوقفوا قصاد المارشال. عشان كده انا قررت قرار، انا حقف قصاد المارشال ولحالي. لا يا كبير، مش هتوقف لحالك طول ماني عايش. انا معاك يا كبير يا ولد. انا معاك يا كبير. وانا معاك يا كبير. واني معاك يا كبير. انا معاك يا كبير. زين، من بكره حنبدأ التدريبات. كله يقف انتباه. عاوز الكبير لما يادي يلاقيكم زي الالف. اللي هيتهز ولا يرمش شغله هيبقى معايا بعدين. تعال يا عوض. يا كبير. اهدى. ايه اللي انت لابسه ده؟ خلقات يا كبير. بس دي كيف ما تقول خلقاتي بالضبط. صدفة غريبة فعلا. غريبة. واهدى. الشنب ده ربيته ميتة، لحد امبارح ما كانش عندك شنب. الحمد لله يا كبير. سبحان الله. اهدى. شنب كرتوني. طب ليه يا ولدي؟ ما تربي واحد. ما ينفعش يا كبير، اصلا انا ادرودي. يعني اهبل؟ لا ادرودي. يعني ايه ادرودي؟ ادرودي يعني شنبي ما بيطلعش. ما تقول شنبي ما بيطلعش. ايه اسمها كده؟ ليه كده يا كبير؟ يا قد ما هو كرتوني قاعد يعمل غيره بعدين. وانا عامل يا كبير بس ما عاوزهمش يخلصوا. حطه في جيبك يا تافه. ما خلاص يا كبير. خلاص ايه؟ اتفقت فيه. حطه في جيبك. ناقصين تفاهه. قدامك. ها رجاله، دلوك هنبدأ تمارين القتال. المهمة اللي احنا داخلين عليها دي مهمة صعبة، ويا عالم هنعاودوا منها ولا لا. عشان كده يحضرني الآن مقولة إنجليزية. أنا ما عرفش أقول الكلام بالإنجليزي بالضبط يعني، بس عارف الترجمة. كلما زاد الجهد والعرق في التدريب كلما قلت الدماء في الحرب. طبعا. بس يا تافه، نبدأ الآن التدريبات. التدريب الأول مزاريطة صفا. ايه انتباه، صفا صفا. بس يا ايه انتباه. التدريب الثاني هو بيولد عندك حاسة الانتظام. اسرك في سبعية. بس يا انت وهو، احنا قلنا سقف السبعية مش ال 1800. بس معلاش ما انت اللي مدربكم جاموسة. حافظين النشيد ولا لا؟ حافظينه يا كبير. ولا كيف السقفة؟ لا اطمن يا كبير. سمعني. النشيد 1 2 3. علمونا مدرستنا ازاي نحبها ونخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها. مهمة يعني ايه بلاد نحيي العالم بلادي لكنهم بيقفوا هادي بنحبك يا مصر. علمونا مدرستنا ازاي نحبها ونخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها. مهمة يعني ايه بلاد نحيي العالم بلادي لكنهم بيقفوا هادي بنحبك يا مصر. أنا جنجفت. دلوقتي عوض
الرجالة جاهزين لتدريب السلاح. إيه ودلوك حنبدأوا تدريبات السلاح، وأول ما يذكر كلمة سلاح نذكر كلمة الأمان. وبمناسبة الأمان تحضرني مقولة إنجليزية فحواها إيه؟ سيفتي فيرست. يعني ايه يا كبير؟ يعني الأمان أولاً، فيرست يعني الأمان، سيفتي يعني أولاً. قوم عمل إيه الخواجة؟ صنع في السلاح زرار اسمه زرار الأمان اللي هو الفيرست، اللي هو اللي قال يلا يا كبير، يلا يا كبير، المعركة هتبتدي. حسك عينك، حسك عينك تقاطعني قدام الناس تاني. يحترموني كيف؟ حتى لو قلت حاجة غلط عديها وقول لي بعدين. صح. المهم لو عملت زرار الأمان كده خلاص، والله لو مين داس على الزناد ما يطلعش منه طلقة واحدة. خلوا بالكم، الأمان مهم ليه؟ علشان السلاح شاطر. لا يا كبير، الشيطان هو اللي شاطر، لكن السلاح غدار او السلاح بيطول. قسما بالله لو قطعتني تاني لردك مصر واحرمك من المهمة. لا احب على يدك يا كبير. اختم. ولاني كيف ما كنت بقول لكم من شوي ان السلاح شاطر، وانت واقف وسط اهلك وناسك عيب يكون وش السلاح في وشهم. ننزل السلاح، اقلبوا السلاح. وقلبنا السلاح ليه؟ علشان اللي صنع السلاح ده انسان في النهايه، وكل الناس خطاء، فوارد يكون في خطا في الصناعه. فاثناء الحرب ممكن تترعش، فصبعك يجي على السلاح. ما كفايانا عادي يا شيخ جميز، من يوم ما جه الكبير ده ورجاله اللي بتوقع منينا اكتر بكتير من اللي وقعهم المارشال مرعي في السنين اللي فاتت. ده مش وقته يا جميزة، مش وقته. اهدوا يا ولاد اهدوا، أنا هتفاهم معاه. اللي هيتفاهم معاه هيقول له ايه يعني اللي هيتفاهم معاه؟ شد حيلك يا ولدي، ما تعملش في روحك كده. شد على الله يا شيخ جميز. بقول لك ايه يا ولدي، احنا هنعملوا ايه لما يجي المارشال هو ورجالته في اول الشهر ده. هنعملوا ايه يعني؟ هنعملوا كيف ما اتفقنا. كيف يا ولدي كيف ما اتفقنا؟ والرجال عمالين يوقعوا واحد ورا الثاني. يعني هي الرجاله خلصت من البلد ولا ايه يا حاج جميز؟ ده حتى المصاريف طول عمرها ولاده. ايوه ولاده، بس على يدك انت شكلها كده هتبقى ندابه. يعني ما عادش فيه رجاله في البلد؟ لا في رجاله، عندك الواد جزرة ونعنعهم. احنا اساسا من بني. معلش يا شيخ جميز، معلش، كأنه ما فيش غير حل واحد بس. حل واحد؟ حليه؟ نستعينوا بمحترفين من الخارج. يبقوا مين دول؟ شلة الشقاوة القديمة. انزل برهانك اسماعيل. لما نشوف شطارتك يا زبيرتو. تعجبني.
شفت شطارتي؟ فلوسك هتغف. لا احنا اتفقنا من غير نضاره. تعجزني؟ ماشي. اثبتي. انا ثابته. والله خسرتك. سبرتو مين؟ سبرتو قتل الراجل وهرب. يا نهار اسود، الراجل مات؟ مات ازاي؟ انت اللي قتلته بغشمك. مش بغشمي، اصل انا قلعت النضاره وانت عارف يا كبير لما اقلع النضاره ما بشوفش حاجه. هو في حد دخل قال يا سبرتو شتت تفكيري؟ انت شفت الحادثه من اولها؟ من نصها كده. قول يا سبرتو كده. جريه يا جدع انت، جريه ما تفكك من التفاهه دي عاد. واحمد ربنا اني انقذت حياتك. قصروا، انا جاي لك في شغلانه في منطقه محذوفه وهو تتوالك يمين بالمره. شغلانه ايه دي؟ تعالالي في الخرابه بكره بالليل. استنى، بالليل في الخرابه؟ ده انا كلها بدقه. يبقاش مخك تخين عاد ويروح لبعيد. تعالالي بكره بالليل في الخرابه انا والرجاله. استنى، انت جايب لي اصحابك يعملوا حفله عليا في الخرابه؟ ينعل ابو منقوع البراطيش اللي عم تضربه ده، خربط لك نفوخك. انا عاوزك انت والرجاله تتنيلوا تشرفوني في الخرابه، نقعد نتفقوا على الشغلانه. طب ما تقول كده من الاول. شقاوه. شقاوه. اشوفك بكره. بقول لك شفت السبرتو؟ هو اللي واقف هناك ده لابس مقلب. هاتوه يا ابني. جايدي مين؟ الكبير ايه يا طوطة؟ صبعك وجعك ولا ايه؟ ما تخلي بالك يا طور وتشتغل بذمة. بقالك 5 ساعات في الحتة اللي في ايدك دي. يا اخي حلل القرش اللي بديهولك. الهي يا ربي لو ما اشتغلتش بذمة ما تلحق تجيب بالقرش اللي انا بديهولك اكل تطفحه وتتسمم بيه. يلعن تاريخ معرفتك. بقول لك ايه؟ اجمرني يا كبير. عاوزك في شغلانه. شقاوة؟ بطل يا انت مع الخل وشوف شغلك. ايوه شقاوه. انت عارف يومتي فاخدة دانية وقدرة فول ومتر رغيف تايزر. ايه العك ده يا؟ بحاول اخسس. ابقى قابلني بالليل في الخرابه. خرابة؟ هي شقاوة من انهي نوع؟ تريه يا اقعد انا وانت نتحددوا كلمتين في الخرابه انا وانت والرجاله. فهمت. اشوفك في الخرابه. سلام يا كبير. هيرجعونا تاني للذي مضى. بطلت شغل ليه يا جاموسة؟ ايه في ايه؟ خش الجو. لا ده انا هطلع عينك. خش الجو. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ تحرم تمد ايدك عليا يا ابن الكلب.
تحرم تمد ايدك عليا يا ابن الكلب. حد اللي يشوف حاجه؟ طب وشرفك يا جوني تصدق بايه؟ ونعم بالله يا خبيب. لا قول لا اله الا الله محمد رسول الله. انا اول مره اروح المشوار ده مع حد، ما اروحهاش مع اي حد الحكايه دي. انما انا بس جاي معاك عشان انت فيري جود جوني. ثانك يو اوانس. اوانس ده كلام برضك. انت جعان ولا ايه؟ انا بقول لك جرانس ارانس. سوري يا حبيبي، انا لسه عارفك النهارده، اسمك لسه مش خفصته. براحتك يا جوني، خد راحتك. بقول لك ايه، ما تاخذنيش يعني. انا عدى عليا انجليز اشكال والوان، اول مره اشوف انجليزي بالهيئه دي. انت متاكد انك من بريطانيا ذات نفسها؟ وعهد الله انا من بريطانيا. لا اله الا الله، يعني ما انتش مثلا متاخد اسير من دوله تعبانه كده ولا كده؟ ومقام سيدنا الحسين انا من ليفربول. غريبه. ما غريبه الا الشيطان يا حبيبي. انتوا مش عندكم في المنصوره في ناس حلوين؟ امال احنا عندنا في ليفربول في ناس جربانين. قلت لي بقى عشان كده. تعالى يا جوني. بقول لك ايه يا جوني، استنظرني انت هنا قدام العماره دي. اوكي. اخش استقضى المصلحه واجي لك في كل حاجه. خربنا كتير. عاوز ايه؟ حشيش، ماريجوانا، اكستسي، فودو، بلات، كله موجود. احنا عايزين من كل حاجه حاجه. اشكل لك يعني. عايزين واخد مشكل. حبيبي يا جوني. جيب مي ماي موني عشان اخش اجيب لك المصلحه واجي. اوكي بسرعه لحسن انا خمران. انا حاسس بيك. ما تجيبهم كلهم واديك الباقي. طب بسرعه يا برانس. برانس بردك؟ ما قلنا جرانس ارانس. انت قافش عليا ليه يا حبيبي؟ ارانس برانس كبد اوانس. ما انت عمال تغلط فيا من الصبح وتقول جوني وانا ما اسميش جوني. الله، امال انت اسمك ايه؟ اسمي ماك. ماك دونالدز. دونالدز الثلاثي ماكدونالدز المعادي. طب خلي بالك من روحك. بخافك يا حبيبي. يلا بي. اوه يا خراشي، اوعى الفحت لا تقع تحت. مزة قوي دي. احنا النهارده لازم نعمل معاصي كتير. خدتي بصي يا بت. خدتي يا بت. اوه نفسك يا انت اموت في النسوان. شايشه تحت بطن في عرق وكلام من ده. لا خالص يا مستر كبير، الصور بتاعت البنات دي متصورين وهم لابسين كده وهم هناك. والله. طب بيفتح متى ده الساعه كام؟ ده بيفتح بالليل حوالي الساعة 9 كده تقريبا. طب خلي واحد من اصحابك اللي هناك يفتحهم دلوقتي. اروح ادفع فلوس وادخل دلوقتي. ما ينفعش يا كبير، ده بيفتح بالليل. ده نايت يعني ليل، كلاب يعني نادي ليلي. شوف انا مش داري عليك. مرتي اللي شفتها معايا دي فيها طاقة تهد جبال. تصحى من صباحية ربنا تقوم تبلبط بالبيض في المي، تتهدي لها ساعتين ترقدهم وتقوم مفجلة لحد ثاني يوم الفجر كأنها شادة لاينين كوك. وبيني وبينك يعني هم الساعتين دول اللي عايز يعني افك فيهم عن نفسي. شباب بعضينا. ايوه فهمتك. طب ما انا عندي فكرة ألطف. ايه رأيك لو تاخد المدام وتروحوا انتوا الاتنين هناك؟ انت متجوز؟ لا. عشان كده مبتسم ومشرق للحياة. حقك. طب بقول لك ايه؟ أؤمر. مفيش صيدلية جارنا هنا؟ خير يا فندم، انت تعبان ولا حاجة؟ لا بس ناوي اجيب منوم. هدية جيبي لي مي. هدية عشتان. هدية أنا خارج أسهر، أنا خارج أروش. المنوم جاب نتيجة برضك 7 حبات مش شوي.
ماشي تتسحب كيف الحرامية كده ليه؟ رايح فين؟ انا ما بستحبش ولا حاجه. حسيت حالي جعان، قلت لنفسي انزل اجيب لي بيتزايه استفتي كرست عليها سلامي. ورايح تجيب البيتزاية وانت على سنجة 10 كده كأنك عريس؟ طب ما قلت ليش اجي معك ليه؟ انزلك معايا في وسط الليالي، وبعدين في ايه لما اكون متشيك يعني عادي. قلت لنفسي يعني يمكن اتفسح شوي بعد ما اجيب البيتزايه. وانت ما شربتيش المنوم البرتقال؟ شربته وحسيت ان راسي نملت هبابه ووخمت شويه، بس بعد كده قمت فايقه اكتر من الاول. بقول لك ايه، انا اخش اغير خلقاتي وانت روح قول لي بقيه الجروب يجهزوا على ما اجهز حالي. اهدي المرأة الحديدية. حلمي ده ولا علمي يا كبير؟ والنبي كان نزار. كفاية يا اوفر كفاية. احنا جينا ديسكو عادي يعني، ما جيناش مغارة علي بابا. بعدين الناس كلها عادية، لابسة عادي وكيف اللي مهلبية. مش كانت الحجة سمنت جت معانا بدل ما هي قاعدة لحالها؟ حاولت اكلمها على الاوفر بس كانت نايمة تقريبا او عادي ما اعرفش. رد التليفون. مش دي ست امك يا كبير؟ احترم نفسك يا حيوان انت. امي ايه؟ امي ما تجيش مكان كيف كده لحالها. حاشا لله يا كبير، ما هي مش لحالها. اللي قول لي يا دكتور، هو انت دخلت الجيش؟ لا زحمه، وبعدين ماما قالت لي انت تروح الجيش يا ربيع وتسيبني كده لوحدي. ماما نجيبوا 2 ليمون عشان نطر القعده. لا اهلا 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 يا كبير. ويلكم. لا احنا شربنا ليمون، لو انت مصر تعزمنا على حاجه يبقى يا ريت العشاء لان انا هفتان جدا. طبعا كيف النطاعه؟ ما على حساب الهانم. يا سيدي لو متضايق انه على حساب الهانم اعزمنا انت. نطع نطع. جرى ايه في ايه يا كبير؟ هو ايه اللي فيه ايه؟ ايه البجاحه دي يما؟ تهدي وانا اللي فاكرها غلبانه ومهدوده ونايمه في ضدها. القاها خارجه مع الشملول ده. وبعدين ايه اللي انت لابسه ده؟ انت بنجاميات في حد يخرج مع واحده فيرست ديت في ديسكو ولابس لها طه حسين في حفله تنكريه؟ Excuse me يا كبير. I love the combination of colors. It's very impressive. الألوان تجنن مع بعض. طبعا الالوان تجنن مع بعض، انا اساسا خريج فنون جميله. انت مش دكتور يا وبعدين فرضا انك خريج فنون جميله، سواقين التاكسي البجوه يلبسوا ايه لما انت تلبس كده؟ لا اله الا الله. يلا يلا اطلع فوق اطلع. بقول لك أنا مش عارفة أنام، ده اللي نزلني هنا. بعدين قلت ما يصحش إن أنا أخش مكان زي كده لوحدي، فكلمت الدكتور يجي يسهر معايا. دي غلطتي بقى ان انا نزلت قعدت مع الهانم هنا بدل ما اي حد يشقطها. اضربوا بايه؟ ويلكم يا جماعه. ايه ده؟ ده الويلكم درينك بتاعنا، ابسنت. طب ده ببلاش دي ولا ايه؟ هو ده ابو بلاش. طب نزل نزل نزل. عندك كده. ميرسي لي. اتفضل. خد يا هديه. امزعوا امزعوا يا رجاله، دي ببلاش. المشروب المجاني ده من حلاوته الواحد لما يشربه يستخسر حتى يتكرع. امزعوا وزيحوا دي ما ينفعش. ده انتوا عارفين قبل هتشربوا ايه؟ والله ينهاه يا حماتي، تلقاه عصير خص ولا كنتالوب. الله، انا من زمان جاوي نفسي اشرب عصير كنتالوب او بطيخ او اي عصير. يا جماعة الأبسنت ده فيري سترونج درينك، ده جامد جدا. مفيش حاجة تجمد علينا يا حجة. يلا يا جماعة ابلعوا. اتفضلوا. ما تضايقيش قوي كده يا هانم، سيب الولاد ينبسطوا، بعدين دي بيقول لك ابسنت يعني ما جاش.
بنت هديه ردي على التليفون. ماشي. انت يا بنت ايه؟ ردي على التليفون عاد. طيب. خلي عندك دم وردي. ماشي يا كبير، راسي هتطقع وزنام. التليفون جارك انت. كده كسولة كسولة مرة كسولة. قلت لك الكلمة مرة خلاص نفذيها عاد. ايه الالوان اللي عاملاها في شعرك دي يا بنت؟ شي سبقتيه ميتة دي. ايه ده؟ انت طلع لك شعر ميتة. سلامة الشوف. شعري ايه؟ انا اقرا. واه ايه ده؟ كان الويلكم درينك يا بنت. ما خبراش، احنا جينا هنا كيف؟ ما خبرش. الو. صباح الخير يا فندم. انت عمر صح؟ بالظبط يا فندم. عرفتك من سماجتك. ربنا يخليك يا فندم. صباح جميل ومشرق عليك. اتمنى انك تكون استمتعت باقامتك معانا هنا في الفندق يا فندم. انجز. مش عايز اكون ازعجت حضرتك بدري قوي كده، احنا بس محتاجين حضرتك في اللوبي كمان 5 دقايق. اجيلك ليه ان شاء الله؟ وليه بعد 5 دقايق؟ علشان في مشكلة صغيرة يا فندم، الجست بتاع حضرتك عاملين مصايب هتوديكوا في 60 داهية. طب 5 دقايق ونازل لك، يلا سلام. مع ألف سلامة يا فندم. صباح جميل جيبها جمايل يا رب. ده باين له هيبقى مرر. اهدى طافح. خلص يا عمي. مصحيني من احلاها نومه وقلقني عشان ايه؟ ولا حاجة يا فندم، حاجة بسيطة. الجست اللي نازلين مع حضرتك عاملين مصايب زي الرز هتوديكوا في 60 داهية إن شاء الله. سايق عليك النبي. الضحكة السخيفة اللي عم تعملها دي بلاش منيها، تكفلني. في ايه؟ أنا بقالي 20 سنة بشتغل في السياحة يا فندم، عمري ما شفت جست زي حضراتكم كده. ربنا يخليك، ودي من المعروف. أقصد بالبشاعة دي يا فندم. لا بقول لك ايه، لو انت عاوز تكمل في مجال السياحة بتاعك دي، ولا عاوز تكمل في الحياة عموما يعني، حط لسانك جوا خشمك. ها؟ لأن لما بصحى من النوم ما بشوفش قدامي. خلص فيه ايه؟ حالا يا فندم، هوريك المصايب واحدة واحدة. ثانية واحدة. ايه ده يا فندم؟ أنا ما خبرش يعني، كيف فندق محترم كيف ده يحصل فيه الحاجات دي؟ الجست ده نازل مع حضرتك يا فندم. ده لا، ده تقريبا جست كازاخستاني او اوزبكستاني، يعني يده يده. لا يا فندم، الجست ده نازل مع حضرتك يا فندم، حتى بالأمارة اسمه الأستاذ أشرف. سبحان الله، ذاكرة عنده قوية. ربنا ما بيديش كل حاجة، يعني واخد منك القبول ومديك الذاكرة. سبحان الله سبحان الله. طيب يعني اعمل ايه دلوقتي؟ يعني ينفع كده يا فندم؟ يعني لازم يصحى، ما ينفعش الجست لو نازلين طالعين ما ينفعش يشوفوه نايم كده في الاسانسير، لازم حضرتك تصحيه. شوف حضرتك يعني انا ما اقدرش، يعني انا على جبروتي ده كلاته ما اقدرش اصحيه. اشرف لو قام من النوم يعني ناقص نوم او حد صحاه فجأة بيبقى موال موال. امال مين اللي يصحيه يا فندم؟ عاوز صحيه صحيه. اصحيه انا؟ ايوه بس انا مش مسؤول. ها خلاص يا فندم اصحيه. في اصوات غير طبيعيه بتحصل. مستر اشرف، مستر اشرف، جود مورنينج. خلاص نام 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 اشرف. انا متهيالي اني يسيبه نايم،
احسن يا فندم، وننزل على السلالم. كيف ما تحب. تعال نشوف بقيه المصايب يا فندم. وفي مصايب تانية؟ كتير يا فندم كتير، بس الاول حضرتك شكلك كده ما فطرتش. تحب حضرتك الاول تفطر ولا تشوف مصيبه؟ تشوف مصيبه ولا تفطر؟ ولا تحب حضرتك تاخد مصيبه مع سناكس؟ ليش تخاف؟ انت على فكره يتكتب فيك كتاب في السماجه، كتاب في السماجه. يبقى نشوف المصايب. تعال نشوف الاستاذ هجرس عمل ايه. يلا بينا. اتفضل. باي باي يا اشرف. يا باشا عاوزك تطمن على الاخر، ما تشيلش هم حاجه، ايا كان اللي حصل يعني امسحوا فيه. هدرس ده هدرس ده نسبي، ده واد مؤدب، بس هو بس يبان يعني شقي حبتين. عمل ايه هدرس يعني؟ لا مفيش، ظبطناه بيتحرش بواحده جست من امريكا. انت لو بيتحرش ليه يا هدرس ليه؟ والله يا كبير انا ما فاكر ايتها حاجه من الليله المهببه دي. انا فقت على ناس بيضربوا فيا وبيقولوا اني اتعديت على واحده امريكانيه. يا ما قلت لك يا ابن وانت عيل صغير من اول ما شقيت، قلت لك نقي اي واحده في البلد وانا اتجوزها لك، كذا منك تتحرش في الحلال ياد. بقول لك يا حضرة، فين الست اللي تحرش بيها الحيوان ده عشان نتحرشوا بيها؟ عشان نتعرفوا عليها ونعتذروا لها. قاعده هناك هي يا فندم. جابت جدتها عشان تشتكيك، جابت جدتها. لا يا فندم، ده هي نفسها اللي اتحرش بيها الاستاذ هجرس. هي اللي على اليمين دي؟ ايوه. دي قد امك، دي قد جدتك. بقول لك ما كنتش واعي يا كبير، ما كنتش واعي. طب هتصرفوا كيف دلوقتي؟ جاتني فكره، احنا نروحوا لها ونقول لها انه هو اهبل، مش طبيعي، عنده حاجه في مخه. تعرف تعمل اهبل؟ ايوه طبعا. ورينا كده. اعمل ايه؟ ده انت على طبيعتك يا ده، خليك على طبيعتك، هي تنفع برضك، بس احنا نحط له رياله او اي حاجه، جلسرين او اي حاجه، ونروح نقول له هو اصلا اهبل. فكره حلوه جدا يا كبير، بس هي مصممه تقدم فيه محضر وتحبسه. طب انا بقول يا كبير بدل السجن والبهدله انا اكتب عليها واتجوزها واسترها. اتهنيت ياد، هتلبسها طول عمرك. بقول لك ايه يا باشا، الموضوع ما فيش فيه حاجه، عيل صغير وشرب كاسين، يعني راحت مني تلقاه خبط فيها ولا حاجه وما يقصدش حاجه هو يعني، وهي الثانيه يعني اتسلبطت فيها، ست كبيره، اخر مره حد عكسها يعني كانت 1940 مثلا. الكلام اللي حضرتك قلته ده انا مقتنع بيه جدا. حضرتك تحفظه بالملي علشان لما شرطه السياحه تيجي هيفيدك جدا في المحضر. انت سخيف يا اسخف مخلوق شفته في حياتي. طب بقول لك ايه، انا عايزك تجيب شرطه السياحه دلوقتي، ما تخافش ياد، جيب شرطه السياحه. تعرف هنعملوا ايه؟ انا هقول لهم ان انت اللي عرفنا على المكان ده. انا؟ ايوه، هو عرفنا ولا لا؟ ايوه هو ده يا كبير. كل المصاريف شهود، وهو اللي سقلنا الخمره بايديه. صح. وحط لنا كمان عارف ايه؟ حبوب هلوسه، انت تعرف الاسماء. ترامادول وتامول. صورني. ها، حط لي ترامادول وايه تاني؟ وتامول وكيرومول وفيروسول واي حاجه اخرها اول، اي حاجه. وحط الحاجات دي وخلطها وسقاني وسقى الواد الهجرس اللي بيصور ده. ايوه انت. وصور وسقى هديه وسقى امي امي ايه جايه ايه جايه؟ ايه في ايه يا كبير؟ خش. ايه يما؟ عندي صداع فظيع. انت زينه؟ زينة، بس عندي صداع فظيع. وين كل ده؟ ايه ده جت منين الحاجات دي؟ هو ايه اللي حصل امبارح؟ والله ما انا فاكره يا كبير، كل اللي انا فاكراه ان انا كنت في النايت كلاب وصحيت على خبطك دلوقتي. الله، ايه اللي انا لابساه ده؟ هو مش بس كده، صوتك مجهد، في اجهاد كانك مجهده طول الليله وتعبان. استنى بقول لك ايه، انا كنت لابسه كده امبارح. يا سلام. صباح الخير.
ايه ده يا دكتور ربيع؟ انت بتعمل ايه يا في اوضه امي؟ امك؟ انا اللي جابني هنا وانتوا عملتوا فيا ايه يا كلاب؟